اصحابنا في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من شقاوة شطار. اكيد كلنا بنحتفل بعيد الام، فاحنا عايزين نقول لكل الامهات اللي موجودين في مصر وكل حته في العالم كل سنه وهم طيبين. ونبدا موضوع النهارده. اكيد احنا بنتكلم على عيد الام، نتعرف على اصحابنا في الاول وبعد كده نبدا الموضوع. صباح الخير. صباح النور. اسمك ايه؟ اسمي غالية. عندك كام سنه؟ عندي 11 سنة. مين كمان؟ فريدة. كام سنه يا فريده؟ 12. طيب احنا كنا بنتكلم في الاول بنقول ان احنا بنحتفل بعيد الام، مظبوط؟ انتوا بتحتفلوا عاده ازاي بعيد الام؟ بتعملوا ايه؟ نبدا مع غاليه. يعني نفضل نساعد ماما يعني ونخليها تبقى مبسوطة يعني في عيد الأم. يعني بس يوم واحد؟ لا طبعا في كل الأيام. طب عيد الام لما بنيجي نحتفل بيه اليوم ده بتعملوا ايه؟ بتعملوا حاجه مميزه ولا؟ أكيد بنجيب لماما هدية وكده يعني نحتفل بيها. بدلها حضن وبوسة. بس كده؟ اكيد دي بتبقى احلى هديه من ماما. طب علشان دايما احنا بنسمع انه لما حد بيحب حد بيقولوا مثلا انا بحبك، مظبوط؟ او ممكن زي ما فريده بتعمل، ممكن مثلا تبوس مامتها او تحضنها. بس الاهم من كده ان احنا نوري حد ان احنا بنحبه ازاي، مش بهديه ومش احنا نهتم بيه يعني في كل الأوقات يعني وكده عشان يحس إن احنا بنحبه. طب الاهتمام ده بيجي ازاي يا غاليه؟ مثلا نساعده لو هو تعبان، احنا مثلا يعني نفضل نعمل حاجات لو هو مش قادر يعملها. طب لما بنتكلم على ماما يا فريده، يعني احنا بنوري ماما ازاي ان احنا بنحبها، بس بالكلام ولا كمان بالفعل؟ اكيد بالفعل، اي حاجة هي عايزاها بعملها لها، اسمع كلامها ما ضايقهاش. ايه كمان؟ انا عايزه يعني تقولوا لي كده اكشنز او تصرفات انتوا بتعملوها عشان تبينوا لماما ان انتوا بتحبوها. انت مثلا ماما ايه اكتر حاجه بتضايقها فانت ما بتعمليهاش، او ايه اكتر حاجه هي بتحبها فبتحاولي انك تعمليها؟ اكتر حاجة بتحبها ان لما تطلب مني حاجة اعملها لها، واكتر حاجة بتضايقها ان لما تطلب مني حاجة اعملها ما تعمليهاش. غاليه. اكتر حاجه ماما يعني بتوصل لما اسمع كلامها، واكتر حاجه بتضايقها لما برخم على اخواتي. طب وبتعملي كده؟ بتقعدي تضايقيهم لا ولا؟ دلوقتي ما بقيتش برخم عليهم يعني عشان ماما بتلبس. طيب احنا عايزين نسال ازاي ممكن نساعد ماما. يعني اكيد في ماما بتتعب على طول في البيت علشان احنا نبقى عندنا بيت نظيف وبيت مترتب على طول ان احنا نبقى قاعدين فيه. عايزين نعرف ازاي ممكن نساعد ماما علشان نخلي الامور تبقى اسهل بالنسبه لها وهي ما تتعبش. مثلا لما يعني احنا نساعدها، مثلا احنا نوضب الاوضه بتاعتنا ونعمل يعني ما نبهدلش حاجه، او لما نبهدل حاجه نوضبها بعد كده. ايوه. يعني اسمع كلامها، ولما تعوز حاجة اعملها لها، وزي ما غالية قالت اوضب اوضتي دايما، ولما تكون عايزاني اوضب لها اي حاجة ثانيه اعملها لها. طب انتوا عادة في يعني في العادي بترتبوا اوضتكم، بتعملوا كل حاجة؟ شكلك انتي لا. لا انا بوضب ليه كده بس؟ على فكرة انا بوضب اوضتي. طيب بتبقى معاملتنا ازاي مع اخواتنا؟ ما هي دي برضه من الحاجات اللي ممكن تضايق ماما لو احنا بنتشاقى مع اخواتنا او بنضايقهم. لازم برضو يعني نبقى كويسين معاهم عشان ماما ما تتضايقش. طب احنا نبقى كويسين ازاي برضه مع اخواتنا؟ انت مين عنده اخوات؟ انت اكيد فريدة. عندي اصغر ولا اكبر؟ لا منك؟ اكبر مني بكتير. غالية. انا اصغر مني واكبر مني. طب احنا عندنا مثالين، حد فريدة اخواتها اكبر منها وغالية اصغر. ايه ازاي ممكن كمان نقول لاصحابنا اسلوب التعامل مع اخواتنا الصغيرين او الكبار المفروض يبقى علشان كمان ماما تحس ان هي مبسوطة، ان هي شايفة كل ولادها مبسوطين وبيعرفوا ان هم يتعاملوا مع بعض وبيحترموا بعض. يعني مثلا لما هي تفضل مثلا تقول لي اعمل لها حاجه وانا ما عملتهاش، هي تفضل تزعل، فماما تروح زعلانه مني انا بتكلم على اخواتك يا غالية، اخواتك اصغر منك. المفروض انت تتعاملي معاهم ازاي؟ يعني ماما بتقولك مثلا تديكي نصايح ازاي تتعاملي مع اخواتك الصغيرين ولا لا؟ طبعا. مثلا انا يعني ما افضلش ارخم عليهم، ويعني وهم عشان هم بيبقوا اصغر مني يعني فما اضايقهمش. بس انت تحبي تتشقي معاهم شكلك. صح. طيب فريده، انت حاله تانية، اخواتك اكبر منك بكتير، ماما برضو بتديكي نصايح ازاي تتعاملي مع اخواتك الكبار؟ اكيد طبعا لازم احترمهم عشان هما يحترموني، وبعمل لهم اللي هم عايزينه يعني عشان هم اخواتي وانا بحبهم. اكيد. بس كمان حاجه مهمه انت قلتيها، انه الاحترام ده المفروض يبقى دايما بين الاخوات، الاصغر والاكبر. ده غير طبعا ان احنا بنحبهم. طب ايه كمان تصرفات ممكن نعملها بتبين ان احنا بنحب ماما؟ مثلا غير سماع الكلام، وغير ان احنا لما هي تطلب مننا حاجه نعملها. مثلا نوضب يعني او كده
نساعدها مثلا. نساعدها. طيب لما ماما بيبقى نفسها في حاجه ممكن احنا نحاول ان احنا نعملها لها؟ اكيد طبعا، صح. لازم نعملها لها يعني. طب كل واحده تقول لي ماما كان مثلا في اي عيد من اللي فاتوا او من قريب او من بعيد كانت ماما نفسها في حاجه وكانت بتقولها وانتوا قعدتوا فكرتوا فيها وقدرتوا تعملوها. فكرتوا في حاجه زي كده ولا لا؟ يعني مثلا ماما كانت بتتكلم انا عايزه حاجه او نفسي في حاجه معينه. او كده بنجيبها لها، يعني بنحاول نجيبها لها. لا بس هي مامتي مش تطلب حاجة معينة. احنا العيد الأم اللي فات عملنا لها بورتي وجبنا لها تورتة وورد وكده، يعني دلعناها. انتوا بتسالوا ماما هي عايزه ايه ولا انتوا يعني لا، جاهز بس كده بتحضروا؟ احنا بنفكر ان هي عايزة ايه. يعني اللي هي عايزاه أكيد. زي ما كنت بقول في الاول قد ايه ماما بتتعب وبتعمل مجهود كبير جدا علشان تخلي البيت اللي احنا قاعدين فيه يكون دايما متوضب، يكون نظيف، دايما بتاخد بالها مننا. لما بنبقى تعبانين اكيد هي بتبقى زعلانه وهي اللي بتاخد بالها مننا واحنا تعبانين. فالمفروض التقدير يبقى على طول لماما، مش بس يوم واحد في السنه، ومش بس يوم واحد في السنه اللي احنا نحتفل فيه وممكن نجيب هدايا ونجيب لها جاتو او نعمل بارتي. لا، المفروض ان احنا على طول نبقى بنقدر لماما التعب اللي هي بتتعبه والمجهود. واهم حاجه التعبير، مش بس بالكلام عن ان احنا بنحبها. يعني مش بس نقعد نقول لها انا بحبك يا ماما، لا، احلى من ان احنا نتكلم ان احنا نعمل ايه؟ ننفذ. التنفيذ بقى بيبقى صعب ولا سهل؟ بيبقى سهل. سهل ولا صعب؟ ساعات بيبقى صعب. يعني ساعات، بس بحاول برضه ان انا يعني اعمله. فريده بالنسبه لك التنفيذ سهل ولا صعب؟ أكيد سهل، بدل حاجة هتبسطها تبقى حاجة هتبسطني وسهلة بالنسبة لي. طب احنا عايزين نقرب كمان من مجموعه من صحابنا ساعات بيحسوا ان التنفيذ صعب. يعني ايه؟ يعني ساعات بيستصعبوا لما ماما بتطلب منهم حاجه وهم عايزين يعملوا حاجه تانية، فبيحسوا انه يعني طب ما انا عايزه العب بس ماما طالبه مني حاجه، او عايزه العب على العب جيم بس ماما عايزه مني حاجه. فاحنا المفروض ان احنا يعني نفكر زي ما ماما بتيجي على نفسها علشاننا، احنا كمان ممكن نيجي على نفسنا شويه علشان خاطر ماما. كمان بلاش نحصر انه عيد الام بس لماما، ممكن نخليه للعيله ككل، لانه بابا كمان بيتعب، بابا كمان بيبقى ليه دور مهم في حياتنا، فهو كمان بياخد باله مننا. مظبوط. فاحنا ممكن نوسع الموضوع، انه بدل ما احنا بنحتفل بماذرز داي بس نحتفل بايه؟ فاميلي داي. فاميلي داي، نخليه يوم للاسره كلها. ونرجع تاني ونقول انه التعبير مش بس بالكلام، بالتنفيذ، بالافعال والتصرفات الحلوه، وانه مش بس تجاه ماما او بابا لكن كمان تجاه اخواتنا، لان احنا كمان لما نبقى كويسين مع اخواتنا وبنحبهم ما عندناش مشاكل معاهم، كمان اهلنا بيبقوا مبسوطين مننا. مظبوط. لسه مكملين معاكم شقاوة شطار، معانا فقرات حلوه كلها هنطلع منها بدروس حلوه ومعلومات حلوه. استنوا. الخير لكل اصحابي اللي بيتفرجوا علينا وفقره جديده من فقرات شقاوة شطار. وصلنا دلوقتي لفقره المطبخ. بمناسبه عيد الام او ماذرز داي، احب اقول لكل الامهات هابي ماذرز داي وكل سنه وكلهم طيبين. علشان احنا بنحتفل بعيد الام، احنا مش المفروض نحتفل بس بيه يوم واحد في السنه، لكن احنا المفروض نحتفل طول السنه. هنقدم لكم النهارده فكره حلوه. شايفين البوكيه اللي معايا اللي انا ماسكاه؟ هو ده اللي احنا هنعمله النهارده، ومعايا 2 من صحابي هوريهم ازاي نعمل البوكيه ده. اسمك ايه؟ ايه؟ كاميليا؟ اسمها كاميليا؟ طب عارف عندها كام سنه ولا لا؟ انت قول لي. طب اسمك انت ايه؟ عندك كام سنه يا حسين؟ دولت كام؟ دولت 4 يعني 4. كملي انت عندك 4 برضو؟ اوكي. حلو البوكيه اللي انت شفتيه معايا؟ ولا لا؟ وانت يا حسين عاجبك؟ تحب تعمل واحد زيه عشان ماما؟ طيب انا هقول لكم ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. هنبقى محتاجين ايس كريم كون او البسكويت اللي بنحط فيه الايس كريم، وهنلفه بورق ورق الكريشه باللون اللي احنا حابينه، وهنحط عليه الالاستيك علشان يمسك الورق على البسكت او على الايس كريم كون. بعد كده هنعمله زي الورد، زي البوكيه بتاع الورد، هنتنيه كده. دي اول ستيب او دي اول خطوه. سهله يا حسين؟ تعرف تعملها في الكون ده؟ اوكي.
بعد كده هنبقى محتاجين حاجات موجودة عندنا في المطبخ. هنبقى محتاجين كب كيكس حجمهم صغير، كورن فليكس ملون، هنبقى عايزين الفود كولر، وهنبقى عايزين توث بيكس وشريط ساتن عشان نلف بيه البوكيه. هنحط الكب كيك جوه الكون. احنا كده حطينا الكب كيك جوه الايس كريم كون. هناخد الفود كولر باللون الاخضر، احنا عارفين ان هو سكر بودره ميه ولون، يبقى لون طبيعي. هنحط الفود كولر على الكب كيك ونلونها. بعد كده هنحط التوث بيكس. سهله يا حسين ولا صعبه؟ حلوه. طب ممكن انت بقى تحط. يلا حطي التوث بيك جوه الكورن فليكس هنا اهي. نحط عليها الاول كورن فليكس، صح؟ نعمل كمان واحده. كملي تجربي تحطي. وريني هتعمليها ازاي. تاخدي توث بيك تحطي جواها الكورن فليكس، تعمليه زي حسين. حط واحده هنا اتكسرت، حط واحده تانيه. حطي توث بيك تحطيها جوه الكب كيك، حطيها هنا. ايوه شطوره. نعمل كمان واحده. حطيها هنا. اوكي. بعد كده كمان ممكن تمسكي دي، تمسكيها من هنا. هنلف البوكيه بتاعنا بشريط ساتن. حسين ممكن تمسكولي كده. بعد كده احنا ممكن نختار لونين من شريط الساتن، هنقصهم. بعد كده هنربطهم على الكون، نربطهم مع بعض. احنا كده خلصنا البوكيه بتاعنا. فكرته سهله قوي، واحنا ممكن نعملها بمكونات سهله موجوده عندنا في البيت. الفكره من ورا عيد الام ان احنا مش بس بنقول لماما شكرا وبنقدم لها هديه. الهديه هي بتبقى زي قيمه رمزيه، مش لازم تبقى هديه كبيره، بس الفكره ان احنا نوريها ان احنا بنحبها وان احنا بنقدر لها كل التعب اللي هي بتتعبه معانا. وبنكرر تاني لكل الامهات اللي بيتفرجوا علينا وكل الامهات اللي موجودين، كل سنه وانتم طيبين. هابي ماذرز داي. وبكده نكون وصلنا لختام فقره المطبخ. هنرجع تاني للاستوديو ونشوف صحابنا هناك بيعملوا ايه. باي. صحابنا في كل مكان، ورجعنا لكم تاني عشان نكمل شقاوة شطار. زي ما قلت النهارده الحلقه كلها بتتكلم على عيد الام، لكن احنا عايزين نوسع المفهوم شويه واحنا بنحتفل بالعيله ككل، لانه بابا وماما هما الاثنين مهمين جدا في حياتنا، وهما الاثنين بيتعبوا جدا علشان راحتنا وعلشان يسعدونا. معانا حدوته حلوه قوي اسمها اعظم هديه. تعالوا بينا نشوف الحدوته بتقول ايه. بعد كده انا هسالكم ايه الهدايا اللي انتوا بتحبوا تجيبوها لماما، اوكي؟ ونشوف برضه هنستفيد ايه من الحدوته. الحدوته بتبدا بانه كان في ولد كان بيكتب قصيده علشان عيد الام كان قرب وهو عايز يكتب لها قصيده حلوه، فكانت اخته جنبه فقال لها انا عايزك بس تسيبيني شويه عشان اعرف اركز فيها. فعلا بدا يكتب ابيات من القصيده وبعد كده سمعها لاخته، فاخته انبسطت جدا وقالت له اكيد ماما هتعجبها القصيده دي. بعدها بكام يوم الولد ده كان ماشي مع صاحبه، فصاحبه كان تعبان شويه فهو قلق عليه، فالمهم اخده لمستوصف او عياده قريبه، كشفوا عليه اتضح ان هو محتاج دواء، فكان معاه مبلغ صغير من الفلوس هو كان محوش علشان يشتري بيه هديه لمامته في عيد الام. فالمبلغ ده هو اضطر ان هو يشتري بيه ايه؟ دواء لصاحبه. المهم صاحبه اخذ الدواء وبعد كده اخده وهو روحوا، ورجع تاني الولد يكتب القصيده او يكملها. كل ما كان يكتب ابيات زياده كان يسمعها لاخته ويسمعها لاصحابه في المدرسه، فهم كانوا معجبين جدا بيها. لما قرب عيد الام دخل ولقى اخته جايبه ايه؟ جايبه هديه لمامتها، فهو طبعا حس ان هو كمان نفسه يجيب لمامته هديه زي اخته. ف
قعد في الاول زعل شويه وقعد يفكر طب انا لو ما كنتش صرفت الفلوس دي على دواء صاحبي كان ممكن يبقى معايا فلوس. بعد كده قعد يقول لا بس دي فكره وحشه قوي، مش المفروض ان الواحد يفكر بالشكل ده، طالما عملت خير يبقى المفروض ايه ابقى مبسوط ومقتنع. حظ الولد حلو، حصلت مسابقه في المدرسه للشعر وتقدم بالقصيده اللي هو كان كاتبها علشان عيد الام. القصيده بتاعته كسبت. بعد كده ادوله ايه؟ ادوله فلوس، ادوله هديه. الهديه دي كانت عباره عن مبلغ صغير، لكن هو قدر ان هو ياخد الفلوس دي وكمان يجيب بيه هديه لمامته. ويوم عيد الام طبعا عملوا سربرايز او احتفاليه لمامتهم وادوها الهدايا وهو اداها القصيده، وكمان حكى لها على الموقف ان هو كان محوش فلوس لكن الفلوس دي في الاول اشترى بيها دواء لصاحبه. بعد كده لما تقدم في المسابقه فازت القصيده بتاعته واخد فلوس واشترى لها هديه. ايه رايكم؟ قصة جميلة حلوه يعني فيها تفكير ويعني حاجه حلوه لماما وكده. طب انتي قولي لي يا غاليه دلوقتي ساعات بيبقى في مجموعه من صحابنا معهمش فلوس صح؟ هل لازم انه الهديه نشتريها بفلوس ولا ممكن احنا نعمل حاجه من دماغنا؟ لا، ممكن نعمل حاجه من دماغنا، يعني ممكن مثلا نجيب بلالين وحاجات كده ونحتفل بيها. وغير كده ايه؟ ممكن نعمل مثلا حاجه بنفسنا ارت ورك او حاجه زي كارد احنا نعمله بنفسنا في البيت واحنا اللي نعمل الهديه كمان، ولا ايه رايك يا فريده؟ فكرة جميلة صح؟ وبرضه بقى نقدر ده بالافعال زي ما انتي قلتي مظبوط، احنا بنقدر ده طبعا بالافعال، لكن بالنسبه للهديه الهديه مش في قيمتها الماديه، مش لازم تبقى هديه غاليه صح، لكن احنا المفروض ان احنا نفكر، كل ما فكرنا ماما هتنبسط اكتر لما احنا يعني نفكر في حاجه ونعمل لها الهديه. كمان فكره القصيده ايه رايكم فيها؟ فكره حلوه يعني تخلي مامته تتبسط. انتوا كاتبين قصيده ولا لا؟ احنا جايبينها مش كاتبينها. بتحبوا الشعر؟ اكيد اكيد انتي شويه وفريده طيب احنا مكملين معاكم شقاوة شطار زي ما قلت في قصيده حلوه محضرينها فريده وغاليه، وهنكمل معاكم بقيه فقراتنا. صحابنا في كل مكان رجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقه النهارده من احتفاليه عيد الام، وفريده وغاليه عندهم قصيده حلوه اسمها ايه؟ حبيبتي امي. هي مش هتتغنى، هي هتتقال، هتلقوها صح؟ طيب. حبيبتي يا امي اسألي دمي وسعادتي وهمي، اسألي التوفيق والقدر والضيق، اسألي الدعاء اللي في صلاتي والدموع اللي في سجودي، اسألي دمي عن حبك يا امي. في الطفولة علمتيني قبل ما انطق بالكلام، وفي شبابي بتراعيني لما اسهر او انام، صدقيني يا ضي عيني حبك انتي مش كلام، يبتدي في لحظة ميلادي شمعة تضوي في الظلام. ست الحبايب والحنان انت يا امي، لو كنت صغير ولا كبير تطبطبي قدامي، تفرحي لفرحي وفي الشدة بتحملي همي، ساكنة في قلبي واسمك بيجري في دمي. لما ازعل بتراضيني، لما امرض بتداويني، امي انتي في نن عيني، حبيت الكون علشانك وفي قلبي روحي ومكان. امي يا كل الامان، امي يا نور في طريق، امي الحضن يا حضن الحنان، امي يا حبي الحقيقي. امي يا لحن في الوجدان، يا همسة حبي يا موجة حنان، في عيدك بتخضر الالوان وبحبك عارف قلبي الحنان. اسمك زي شعاع النور بيدخل قلبي يمد كسور، انت حبيبتي يا امي الغالية، ليكي بوسة وعقد زهور، ليكي شوق وحنين ومحبة بيخليني بيكي مسحور. ماما حبيبتي يا اطيب قلب، اسمك موجة في بحر الحب، كلمة رقيقة بسمة بريئة تفتح قلبي وتمحي الذنب. حلوة قوي. انا عايزه اشكر فريده وعايزه اشكر غاليه على القصيده دي. انتوا ما كتبتوهاش ولا انتوا لقيتوها فين؟ جبناها على النت، على الانترنت. طيب احنا برضو حاجه مهمه ان احنا ما ننسبش حاجه مش بتاعتنا لينا. انا عايزه اشكرهم جدا على اجتهادهم ان هم حاولوا ان هم يلاقوا قصيده حلوه ويشاركوها معانا، وعايزين نقول طبعا لكل الامهات هابي ماذرز داي وكل سنه كلهم طيبين. وهنروح دلوقتي لفاصل ونرجع لكم تاني عشان نكمل شقاوة شطار.
I love you mommy. بقول لمامي كل سنة وهي طيبة. أنا عاملة لها حفلة في المدرسة وجايبة لها هدية. كل سنة طيبة وأجيب لها وردة، أجيب لها حاجات كتيرة، وعملت هديات كتيرة برضو ليها. عملت في المدرسة حاجات وعملت في حتت كتيرة. كل سنة وانت طيبة يا ماما، أنا بستنى اليوم ده علشان كل سنة وانت طيبة وبذاكر عشان تفرحي بيا. هقول لها كل سنة وانت طيبة يا ماما أنا بحبك. أقول لها يجيب لها هدية عقبال 100 سنة. بقول لها كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة وأنا بحبك ومش قادر أغلى عنك وانت وانا بحبك وانت مش عارفه ان انا بحبك قوي وبس. الله كل سنه انت طيبه، ويعني بتمنى لك كل حاجه كويسه يعني. بس اقدم لها هديه واقول لها كل سنه وانت طيبه وخف عنها يعني التعب واساعدها كده يعني وخليها تفرح الاول. كل سنه وانت طيبه. انا بحبك قوي ونفسي تعيشي طول عمرك. كل سنه وانت طيبه يا ماما. جبت لها عقد وهجيب لها ورده. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وهي طيبه. بحبك يا ماما. مكان قرب وقت حلقه النهارده ان هو يخلص. انا عايزه اشكر جدا فريده وعايزه اشكر غاليه على مشاركتهم اكيد النهارده معانا بالقصيده اللي هم القوها، وفي نفس الوقت كان معانا قصه حلوه استفدنا منها انه الهديه مش في قيمتها الماديه لكن كمان ممكن تبقى في قيمتها المعنويه، ان احنا ممكن نكتب قصيده حلوه او ممكن ان احنا نعمل زي ما قلت ارت ورك بايدينا، وده اكيد هيعبر قد ايه احنا بنحب ماما وعايزين ان احنا نجيب لها حاجه. طبعا لو ما احنا محوشين، واحنا المفروض نحوش قبل المناسبه دي علشان نجيب لماما كمان حاجه تبسطها. في حاجه كمان عايزين تقولوها؟ حابين انتوا نغني اغنيه؟ عايزين تغنوا؟ طب تعالوا قبل ما نغني برضو نقول حاجه. احنا المفروض ان احنا بنحب ماما مش بس علشان يعني ماما ممكن تكون هي بتعمل لنا يعني مجهود، هو اكيد هي الام بتبقى سعيده او مبسوطه لما بتعمل مجهود عشان تسعد ولادها، مظبوط. لكن لو ماما مثلا تعبانه ومش قادره ان هي تبذل معانا مجهود كبير، هل ده بيقلل من حبنا لماما؟ لا طبعا، لازم ان انا ابقى عذراها ان هي تعبانه، والشغل اللي هي مش قادره تعمله ده انا احاول اعمله في اليوم ده على قد سنك. غاليه برضه يعني ده المفروض يعني هي مش قادره تعمل حاجه وحاجه المفروض انا اعملها بقى او هحاول اعملها على قد السن. اكيد احنا كل ما بنكبر في السن بنقدر ان احنا نعمل حاجات اكتر، فاحنا المفروض بندي ماما كمان فرصه ان هي ترتاح. هي بتتعب معانا في الاول خالص عشان احنا بنبقى صغيرين ومش بنعرف ان احنا نعمل الاكل او مش بنعرف ان احنا نعمل حاجات كتير، لكن تدريجيا احنا بنتعلم، فالمفروض ان احنا نبدا نريحها لما تكبر، مظبوط، وان احنا نشيل من عليها المسؤوليات شويه. في نفس الوقت ماما كمان علشان ما نجهدهاش معانا وما تبقاش دايما يعني احنا شغالينها، المفروض ان احنا نخلي ماما عندها ثقه فينا ان احنا نقدر نعمل الحاجه،
مظبوط. فالحب مش مرتبط بان ماما لازم بتدينا المصروف، وماما هي اللي بتاخد بالها مننا، وماما هي دايما بتراعينا. ممكن كمان ماما تبقى تعبانه او ماما عندها حاجات بتعملها، فاحنا المفروض ان احنا نقدر ده، وان احنا على طول الحب يبان عن طريق التصرفات. جه وقت الغنى، هتغنوا ايه؟ هنغني ايه؟ يا ماما يا أما يا ماتي، سلاماتي احتراماتي قبولاتي، صباح الخير يا مولاتي. بس كده ده اللي انتوا حافظينه؟ حلو. انا عايزه اشكر فريده وغاليه على حلقه النهارده. انا انبسطت جدا. يا رب كل اصحابنا اللي كانوا بيتابعونا كمان يكونوا استفادوا من الكلام، واللي مزعل مامته يروح على طول ويصالحها، صح؟ وما يزعلهاش تاني ابدا. خلص وقت حلقه النهارده من شقاوة شطار. ممكن نقول كلنا لكل الامهات هابي ماذرز داي. كل سنه وانتم هابي طيبين. ماذرز داي. كل سنه وكلكم طيبين. باي باي.